السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بإذن الله هنعمل شوية كفتة رز كده سهلة وسريعة واقتصادية وموفرة جدا. هنعملها لا هتحتاج مننا لا فراخ ولا لحمة نهائي، وكمان مش هتحتاج مننا ان احنا نحمرها في الزيت، وهتطلع معانا متماسكة ومستوية وطعمها بجد يجنن. ومكونات سهلة وبسيطة وموجودة كلها عندنا في البيت. بس قبل ما نبدأ كده، يا رب كل ايد تحط لايك للفيديو، تنزل اسفل الفيديو تضغط على كلمة اشتراك وتشترك في القناة. يا رب الايد دي تلمس الكعبة وتلمس قبر سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام السنة دي يا رب العالمين، اللهم امين. واحنا في ليلة الاسراء والمعراج، وكل سنه وانتم طيبين. ويلا بينا نبدا، ويا ريت ما تنسوش تصلوا على النبي. اول حاجه، ده معايا كيلو من الرز، انا غسلاه وكنت غسلاه ونقعاه قبلها بليله وسبته في الشمس لعند لما نشف معايا شويه، او ممكن تحطيه على فوطه لعند لما ينشف معاكي شويه. بعد كده انا صحنته في المصحنه بتاعه الخلاط عادي، او ممكن تصحنيه في الكبه زي ما انت عايزه. المهم ان احنا نصحنه يكون ناعم بالطريقه اللي احنا شايفينها مع بعض دي. بعد كده هسيبه واروح اعمل الصلصه بتاعته. هجيب حله واحط فيها زيت واخرط فيها بصله تخريطه وسط، وهنزل عليها بفصين من التوم، واول ما ياخدوا اللون البني هنزل عليهم بمعجون الطماطم، وهنزل بالبهار بتاعي معلقه، نص معلقه من الفلفل الاسود والكمون والبهار المشكل ونطره صغيره من القرفه ومعلقه من الملح ونص معلقه سكر، واسيب ده كله يتسبك. هروح بقى على الرز، هنزل عليه فصين من التوم وحزمه من الخضار ونص معلقه من الفلفل الاسود والكمون والبهار المشكل ونطره من القرفه، ومش هحط ملح، وهحط مكعب من المرقه ومعلقتين من الصلصه، وهقلب ده كله تقليبه مع بعض كويسه كده، وهنزل عليهم بمعلقتين من الشوربه كده لحد لما اتاكد ان هي تتصبع معايا تمام. ما تكتريش من الشوربه عشان ما تفكش منك، حطي كميه صغيره ولو احتاجت تحطي لها تاني. وما تخافيش من الخضار وهو متخرط كده، لو مش عايزه تخرطيه كده افرميه معاها في الكبه، بس هياخد منك غلبه. هو كده في الصباع بيبقى تمام وما بيطلعش معاكي ما بيطلعش معاكي نهائي. بعد كده بكورها برضو وبصبحها بالطريقه دي. هخلص الكميه اللي معايا زي ما انتوا شايفينها ما شاء الله تبارك الرحمن. في الوقت ده هحط الحله على النار واحط فيها شوربه او ميه. لو هتحطي ميه يا ريت تحطي مكعب من المرقه عشان تدي طعم حلو كده للكفته. هسيبها لعند ما تغلي. بعد كده هنزل بصوابع الكفته بتاعتي، بس هوزعها مش هحطها كلها فوق بعضها، على نار عاليه. واول ما تغلي معايا هديها تقليبه بسيطه، يعني تغلي قيمه 5 دقايق، هديها تقليبه كده عشان ما تمسكش في بعضها، وهدي عليها النار لعند لما تستوي. ما تغطيش عليها وهي بتستوي عشان ما تعجنش معاكي. بعد كده بعد ما استوت ما بتاخدش معاكي ربع ساعه بالظبط وبتكون مستويه معاكي ما شاء الله. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ولا صباحها الصباع بصباع، ولا ماسكه في بعضها ولا معجونه ولا اي حاجه، ومستويه من جوه، وشكلها وطعمها بجد هسيبكم انتوا تجربوا. الاكله دي هي اللي تنفع في الشتاء اللي احنا فيه ده. طريقه سهله وبسيطه ومش بتكلفك اي حاجه خالص. يا ريت تجربيها وتقولي لي ايه رايكم في التعليقات. ربنا يراضي كل اللي يشترك في قناتي يا رب، اللهم